جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كانت أولى الهيئات الجمعوية التي وصفت كلمة الشيخ فركوس بالخطيرة في مضمونها على وحدة الأمة وتماسكها وسلامة أفكارها، معتبرة أن السكوت عن هذا النوع من الطروحات يذكي نار الفتنة بين أفراد الأمة ويؤججها. وأبدى رجال دين يطلقون على أنفسهم وصف سلفيين استياء بالغا من تصريحات فركوس، وهو شخصية دينية تحظى بقداسة وسط أنصاره، وأصدر عدد من المحسوبين على هذا التيار بيانا شديدا انتقدوا فيه الفتوى. أما حركة مجتمع السلم فقررت عقد ندوة فكرية تضم كبار المشايخ والعلماء من مختلف التيارات بمن فيهم ذوي التيار السلفي للرد على التصريحات الأخيرة للشيخ فركوس، وهو الأمر الذي كشف عنه رئيس الكتلة البرلمانية للحركة ناصر حمد دوشة، والذي أكد أن الحركة تنوي الرد على الشيخ من خلال المشايخ وليس ببيان ولا بتصريحات من الحركة. وأعلنت هيئة مدنية دينية تسمي نفسها جمعية المعالي للعلوم والتربية عن مبادرة تحت مسمى ميثاق الحفاظ على السنة ووحدة الوطن، والذي تسعى من خلاله لرفض كل خطاب تفريقي ومتطرف وكل طرح يؤسس لبيئة ينمو بها التفريق بين أبناء الشعب الواحد والتطرف وتفكير الآخر. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.